السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول تجربه ليا في العجان الجديد. الفيديو اللي فات انا جبته عملت لكم عنه ريفيو اول ما جبته، والنهارده ان شاء الله هنجربه مع بعض وهقول لكم رايي فيه. ودي اول تجربه حبيت ان انا اعمل فيه يعني معجنات من المعجنات التقيله. دي خليه النحل. عملت جزء بالجبنة وجزء بالشوكولاتة النوتيلا اللي احنا برضو كنا عاملينها مع بعض في القناة هنا يعني. لو حابين الطريقة وحابين تشوفوها يا ريت ترجعوا يعني للفيديو اللي في القناة، تدوروا كده ان شاء الله هتلاقوه. او لو عايزينه قولولي وانا احطه لكم في صندوق الوصف. ان شاء الله هحطه لكم لو حابين يعني توصلوا له يعني. هنيجي بقى دلوقتي. اول حاجة انا دايما بعمل اختبار للخميرة بتاعتي. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت معايا نص كوبايه ميه دافيه، حطيت عليها معلقتين كبار من السكر، وحط ديت معلقه وشويه كده من الخميره. ده كيس خميره كده انا كنت عامله منه وصفه قبل كده يعني، وكان في حوالي عن معلقه ونص. حطيت عليهم معلقتين خميره واحطهم في جنب يختمروا. وبعد كده هجيب بقى حله العجان بتاعي. بس عايزه اقول لكم بس في الاول انا نسيت اقول لكم المره اللي فاتت ان هو فيه الكاوتشه ديت اللي بتلزق في الرخامه، يعني عشان خاطر ان هو بيشتغل كده ما يتهزش وما يتحركش. بس انا وانا بسجل يعني المره اللي فاتت كنت فرحانه بيه قوي، وكان في حاجات كده سقطت مني يعني وانا بقول لكم عنه. فيعني فحبيت ان انا اقول لكم عليها دلوقتي. الحاجه الوحيده اللي كانت سقطت مني بس شويه ان انا اقول لكم ان اللي هو له الكاوتشه اللي بتلزق في الرخامه عشان هو شغال ما يتهزش ولا يروح ولا يجي. وهو صوته حلو قوي، صوته مش عالي. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني بقيت واقفه كده اشوفه كده وهو بيعجن. ايش خيال يا ناس، يعني العجينه طالعه كده لوحدها. ما شاء الله. ربنا يوسع يا رب على الجميع وتجيبوا كل اللي في نفسكم فيه واحده واحده كده وبالتحويش. احنا قناتنا بقى ديت دبري ووفري بالتدبير والتوفير، وقرش من هنا على قرش من هنا، والحصاله اللي انا اتعلمتها من اليوتيوب يعني بتنجز وبتبقى حلوة قوي. بتحوشي مبلغ وبتكملي عليه بمبلغ، ولو الدنيا بتمشي يعني. تمام. انا جبت دولت دي كيلو الا ربع دقيق. يعني ده كيلو دقيق كان متاخد منه حوالي كوبايه كده. قبل كده كنت عامله يعني كيكه وكده. وجبت عليهم حطيت عليهم معلقتين كبار من اللبن البودره. ونخلت بقى كيلو الدقيق الا ربع ده، يعني كيلو الا حاجات بسيطه. نخلته وحطيت عليه برضو معلقتين كبار من اللبن البودرة. ونخلتهم برضو عشان التكتلات اللي فيها. وحطيت رشة الملح بتاعت كل المعجنات. وهقلب كل الكلام ده بقى في بعضه كده. وبعد كده بقى هحط على احط العجان بتاعنا. الخميرة بتاعتنا بقى كانت فارت كده وبقت حلوة. بس الحتة ديت يعني وانا بحطه كانت اتحذفت مني غصب عني، او كان التليفون بيصور وما صورش مش عارفة. المهم اول ما حطينا الفيشة كده العجان بتاعنا نور بسم الله ما شاء الله يعني. وبدأت كده اعمل على العجنة الاولى. انا كنت بشتغل فيه بصراحة وانا خايفة يعني، بعمل او على درجة واحد وبقول يا رب استر كده يعني. فبرضو اللي معرفش يعني معرفتش اقوله لكم المره اللي فاتت ان انا العجان ده هو 1500 واط. انا هعيد لكم الكلام تاني اهو علشان خاطر تبقوا تبقوا عارفين يعني. ده 1500 واط. خلاص. ال 1500 واط ده بياخد قد ايه عجين؟ احنا عشان نحافظ على اي عجان عندنا مهما كان كبير صغير ان كان، لو هو مكتوب فيه ان هو ياخد كيلو ونص دقيق، لا انا هحط كيلو عشان احافظ عليه ان شاء الله. لو هعجن على مرتين ما عنديش مشكلة. فهو الوقت ده بياخد كيلو ونص مكتوب في الكتالوج بتاعه. ياخد كيلو 300 جرام دقيق وتحطي 700 جرام سوائل. السوائل بقى مية على السمن على كده، يعني يشيل 2 كيلو عجين. بعد ما يتعجن وكده يبقى 2 كيلو. فانا حابه ان انا يعني حبيت ان انا اجيبه الحجم الصغير ده عشان انا يوم ما بقى ساعات بعمل او اشوفه عجن العجينه وخلاها زي الفل بصراحه اهو. واتعجنت وبقت حلوه وفيها تلزيقه بسيطه كده عشان المعجنات بتاعتنا تبقى هشه وطريه وحلوه كده. انا هغطي عليه كده في نفس البوله بتاعته، مش هنقله في حاجه تانية عشان يعني مش كتر مواعين يعني. المهم ان انا هحطه كده واسيبه يختمر. وغطيت عليه كده. بقى عندك الرول الاسترتش ده خير. مفيش. انا جبت الكيس اللي هو بتاع العيش ده اللي بنحط فيه العيش في التلاجة وكده، يعني الكيس الكبير مش كيس التلاجة. وقمت رايحه ملبسه فيه البتاعه بتاعتي ديت حله العجين بتاعتي دي.
العجانة بتاعتي يعني الحلة الستانلس. بدأت بقى إيه أقطّع بقى العجين بتاعي كده لكِوَر صغيّرة. الحشو اللي معايا ديّة النوتيلا اللي إحنا عاملينها مع بعض، ودي بقى مجموعة كده من الجبن. جِبت كل الجبن اللي في التلاجة صراحة، جبنة قريش، على جبنة فيتا، على جبنة الفيتا دي كانت بطعم الجبنة الرومي، على كان عندي شوية زيتون كده قطّعتهم وحطيتهم فيها. بُصّوا مجموعة كده من الجبن ادّت طعم تحفة، واللي ساح في الجبنة واللي فضل زي ما هو فيها، وبقت زي الفل. وبدأت بقى إيه أبطّط العجينة بتاعتي وأحط بقى العجينة في النُص، وأحط بقى جنبي في الصينية اللي مدهناها مسحة زيت صغيّرة. دهنت بقى على المفرش، حطيت إيه يعني بُصّوا طبق كده قدّامي كده كان فيه معلقة زيت، يعني بقيت آخد كده بإيدي أمسح بس المفرش كده وأبطّط عليه القرصة بتاعتي أو الفطيرة بتاعتي أيًا كان بقى هتسموها إيه. هي عاملة كده زي العيش الكايزر بس يعني إيه، محشية فيها حاجة يعني. تمام. بس وديّة بقى تجربتي كده مع العجّان وشغّلته قدّامكم كده، وإن شاء الله يعني كده كل أمّا أعمل فيه حاجة هاصوّر لكم، بس عايزاكم بقى إيه تشجعوني كده باللايك والاشتراك في القناة كده، وتشجعوني كده عشان خاطر يعني إيه القناة تكبر كده، وتشجعوني إن أنا أصوّر معاكم. أهو بدأت بقى أحشي بقى العجين الفطاير بتاعتي دي، واقفلها كده واعملها زي الايه زي البقجه كده، والفها كده على ايدي. طول ما بتلف كده بتبقى زي الملساء كده من تحت، وبتبقى حلوه وجميله قوي. عملتها كده على حسب بقى ما الصينيه خدت، وحطيتهم جنب بعض وهسيبهم يخمروا للمره التانية. جبت النوتيلا بتاعتي وبططت برضو انا عملت بقى اللي بالجبنه اكتر، عشان يعني اللي بيحب اللي بالشوكولاته جزء بسيط في البيت يعني. انا وبنتي بس اللي بنحب اللي بالشوكولاته، انما البيت كله بيبقوا عايزينه يعني ايه بالجبنه وكده. تمام. فعشان كده انا عملت بالشوكولاته عشان اراضيها يعني. عملت لها برضو صينيه صغيره كده على قدها. تمام. بس فهي بقى انا بدأت بقى اعملها كده، وبتعملها برضو زي البقجة، وتحطي برضو الشوكولاتة كده في النص وتلفيها وخلاص على كده. حطيتها بقى هسيبها بقى تخمر للمرة التانية. وبعد كده هجيب عندك بقى عايزة بقى صفار بيضة وتحطي، عايزة بقى تعملي معلقة لبن بشوية سكر. انا بقى اللي انا عملته جبت معلقة لبن بودرة، وانا بقول لكم كده يعني انها بتخمر للمرة التانية. جبت اللهم صل على النبي، جبت معلقة لبن بودرة وعليها برضو معلقة سكر، وحطيت عليها شوية مية. هدهن بقى ايه وش خلية النحل بتاعتنا. بس كده هدهنها بقى كده، وهحطها بقى في الفرن. الفرن كنت مولعاه يسخن سخن حلو قوي، وحطيته بقى في ارضية الفرن. على كل واحد بقى عارف تسوية الفرن بتاعه. وبعد كده لما حسيت انها استوت رفعتها في النص وشغلت الشواية، احمرت بقيتها. واما تطلع بقى عايزة المعجنات بتاعتك تبقى طرية كده وحلوة، رش عليها شوية مية وغطيها رشة بسيطة كده يعني ببخاخة بقى بإيدك بكده، على حسب بقى ما بتحبي. وتقومي بقى مغطياها كده هتبقى زي الفل. حطيت بقى كان عندي بقى شوية سمسم على حبة البركة كده، حطيت على اللي بالجبنة، وسبت اللي بالشوكولاتة لوحدها، دهنت وشها بس وخلاص. بس كده. ودي تجربتي يا حبايبي بقى مع العجان بتاعي النهارده. عايزاكم بقى تقولوا رايكم كده في الفيديو، وانا حاولت بقى ان انا يعني ايه اقول لكم كل حاجه عنه على قد ما اقدر. ولو عايزين حاجه مثلا انا نسيتها وانا بحكي او كده، اسالوني في التعليقات وانا هقول لكم يعني عن كل حاجه عنه يعني. اهو. وهنجربه في البسكوتات وهنجربه في كل حاجه ان شاء الله. بس شجعوني بالله عليكم كده بالاشتراك واللايك للفيديو، عشان ايه القناه تكبر كده. بس كده. اهو. انا كده بعد ما اتخمر المره التانية دهنته ودهنت الوش كده، وكده بقى خلاص انا هدخل بقى الفرن ان شاء الله. اهو. وهتطلع بقى زي ما شفتوها كده في اول الفيديو، حلوه وزي الفل، وريحه الخبيث في البيت كده حاجه تانية خالص. يعني بجد والله يعني ريحة الخبيز والمعجنات في البيت بالذات في الشتاء يعني. والله سواء شتاء ولا صيف، بس في الشتاء بيبقى بالاكتر مع كوباية شاي بقى مع حاجات من دي، بتبقى حلوة وبتبقى يعني طعمها حلو، وحاجة كده حلوة كده في البيت. الحاجة دلوقتي بقت غالية وكل حاجة بنشتريها بالفلوس، فيعني شوية الدقيق في البيت وعندك حتة سمنة على شوية زيت بتحطوه. انا هحط كل المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله يعني. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت حوالي عن ربع معلقه زيت، ربع كوبايه زيت على معلقه